مساء الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. وحشتوني يا بنات جدا جدا من فيديو امبارح. يا رب كلكم تكونوا بخير، صباحكم كله تفاؤل امل وراحه بال وجبر خواطر لو بتشوفوني بالنهار. متنسيش دعوه حلوه من قلبك لاختك، وكمان لايك حلو. اللايكات بقى يا بنات، عايزه اقول لكم امسكوا موبايلات البيت كلها واعملوا لي لايكات على قد ما تقدروا. ربنا يكبر خواطركم جميعا زي ما بتكبروا بخاطري بكلامكم وتعليقاتكم الحلوه. وكمان اللايكات اللي اول ما بنزل الفيديو بلاقيها، ربنا يجازيكم كل خير. اللايك بيرفع الفيديو، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. تعالوا بقى كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومع مباركة علينا جميعا. النهارده بقى الفيديو كده ان شاء الله حلو وخفيف كده وظريف، وان شاء الله تستفادوا منه. في نفس الوقت كده مش مكتره عليكم. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا بفطار كده خفيف. الولاد كانوا جايبين بطاطس شيبسي، وكانوا جايبين عيش شامي، ويعني قلنا نعمل سندوتشات كده. فهم فطروا عشان كان عندهم درس يوسف وحسن يوم الجمعه. بالنسبه لنا مش اجازه برضو يا بنات، احنا عندنا دروس. تمام. فكان عندهم درس فهم فطروا، وبعدين بقى انا يعني شفت اللي ورايا وخلصت كل حاجه وقلت بقى افطر يعني. بصراحه ما حبيتش افطر اول ما اقوم. فقلت كده اعمل اي حاجه خفيفه بعد ما يعني كان عندي شويه غسيل نشرتهم. كنست الشقه، عملت حاجات خفيفه كده. ما كانش عندي الدنيا مكربسه بصراحه. يوم الجمعه بالذات يا بنات ما بحبش اعمل حاجات كتير قوي فيه. بحب ان انا اخده اجازه انا كمان، فاهمين؟ اللي هو بحيث ان انا مع اني والله ما بنرتاحش برضو يعني، في الاخر برضو بنقوم ونعمل ونشوف اللي ورانا ونعمله. بس يعني اما اعمل حاجات كتير قوي غير ما اعمل حاجات بسيطه. فيوم الجمعة بالنسبة لي باحب أقضيه كده في البساطة. يعني يا دوبك أعمل غدا، أصور معاكم فيديو كده خفيف ظريف، ما فيهوش حاجات كتير وضغط. باحب إن أنا اليوم ده كده يبقى راحة شوية. فعملت بقى إيه يا بنات، عملت ساندوتشين بطاطس شيبسي وجنبه خيار مخلل، وده الخيار بالمناسبة اللي أنا عاملاه معاكم، وطعمه تحفة يا بنات تحفة. كان عندي يا بنات كمان برتقان وموز، فقشرت كده موزاية وبرتقانية. وقلت بقى إيه يعني حاجة خفيفة كده على بال ما اليوم بقى نشوف هنعمل إيه وكده. كنت يا بنات كمان جايبة 3 وراك. ال3 وراك دول، كيلو الوراك يا بنات دلوقتي عامل 80 جنيه. 80 جنيه يا بنات ال3 وراك دول، اللهم بارك. بصوا حجمهم كبار ازاي وعاملين ازاي، وانا هشيل منهم يعني، هعمل منهم واشيل منهم، لاني بصراحة حجمهم كبير قوي. فبالنسبة لي ان اقسمهم واشيل منهم، فده بالنسبة لي يعني افضل واحسن. احسن ما يتبقى منهم ويتشل تاني يوم، وانا عندي الولاد مش بتحب الاكل البيت قوي، فاللي هو مش هناكله. تمام. فانا قلت بقى يا بنات ايه، بما اني كده كده اشتريت الوراك وخلاص وكبيرة ما شاء الله اللهم بارك، فأنا هقسمها على جزئين وأقول لكم دلوقتي هنعمل إيه. طيب كيلو الوراك يا بنات دلوقتي عندنا عامل 80 جنيه. دول كيلو وربع يعني عاملين 105. تمام. يعني زايدين عن الربع شوية، اللي هو عاملين بالظبط 105. ما شاء الله اللهم بارك. نظيفة جدا بأمانة يا بنات، والله نظيفة جدا وكبيرة وحجمها مناسب جدا. بس أنا برضو بحب أعيد على حاجة تاني وتالت ورابع. بغسلها مرة واتنين وتلاتة، وليمون وملح ودقيق لحد ما بصوا الزفارة تروح منها خالص. حرفيا يا بنات لو عملتي كده الزفارة مش تبقى ماسكة خالص خالص في الفراخ. بحب كمان بقى ادعكها بايديا واسيبها شوية كده مع نفسها في المحلول اللي انا عملته لها ده. وهي يا بنات بعدها ما بيبقاش فيها اي زفارة. تعالوا بقى نعمل التتبيله الحلوه المعتاده بتاعتنا، لان انا النهارده هعمل رز بسمتي جنبه فراخ مشويه. فجبت كده طماطم وبصل وقرن فلفل حراق، قرن فلفل رومي، والبهارات بتاعتي الحلوه اللي انا معتمداها في اي تتبيله. وللاسف الزعتر والروزماري كانوا خلصانين فما عرفتش احط. فمش مشكله، قلت مش اشكال مره تانية. يعني انا عايزه اقول لكم بتبل الفراخ على طول ومش شرط اصور كل حاجه. فخلصوا يعني انا بستهلك الحاجات دي كتير. فعملت ايه بقى يا بنات، حطيت ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا وشويه بهارات، شويه زيت كده، ومعلقه من هريسه الشطه. عايزه اقول لكم بتفرق قوي. والله يا بنات هريسه الشطه بتفرق قوي 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 في طعم تتبيله الفريك او تتبيله المشاوي عموما، اي مشاوي بقى. طيب حتى السمك يا بنات والله بتفرق في طعمه. هريسه الشطه بتفرق قوي قوي في طعم السمك كمان المشوي. جبت بقى الوراك كده يا بنات وقسمتها على ثلاثه. انا عندي يعني القصبه كده خليها لوحدها، الفخدة لوحدها، وفي كده قطعة بتبقى ماسكة في الفخدة من فوق كده، قسمتها برضو يا بنات. طيب هعمل ايه وهشيل ايه؟ هشيل التلات دبابيس، وهكمل عليهم ان شاء الله برضو ممكن دبوسين كمان او تلاتة، واعملهم في وصفة تانية. تمام. ممكن اعمل جنبهم حاجة تانية، يعني ممكن التلات دبابيس جنبهم مثلا يبقوا للتلات ولاد عندي، ونعمل سمبوسة جنبها وجنبها بطاطس محمرة، او كرات بطاطس محشية لحمة مفرومة بشوية اللحمة المفرومة اللي اتبقوا دول. هنعمل وصفة تحفة ان شاء الله بإذن الله. لسه ما استقرتش على وصفة، بس هنعمل بيهم وصفة حلوة قوي قوي ومش مكلفة خالص ان شاء الله بإذن الله.
ما شاء الله يا بنات الوراك نظيفه جدا زي ما انتم ما شايفين، مغسوله حلوه قوي قوي، متصفيه من اي ميه فيها. وزي ما قلت لكم قبل كده اهم حاجه ان انت تصفي الفراخ بتاعتك حلوه قوي بعد ما تغسليها، عشان ما تديكيش اي ريحه زفاره خالص يا بنات. الموضوع ده بيفرق قوي قوي. اللهم بارك. ده منظر الوراك اللي هم عاملين 105، يعني 105 اللهم بارك المنظر بجد. يفتح النفس والله يا بنات. يعني عايزه اقول لكم 105 جابوا لي الكميه الكويسه دي. 3 وراك بس، 3 وراك كبار. لو انت حابه تصغريهم براحتك، حابه تكبريهم عن كده برضو براحتك، حابه تزودي براحتك، حابه تشيلي، حابه تعمليه كله زي طبعا ما تحبوا. يعني كل واحد على حسب امكانياته وظروفه وطريقه بقى الاكل اللي بيحب يعمله، كميه قد ايه. بس انا عن نفسي بحبش الاكل يتبقى. لو اتبقى لتاني يوم ممكن نسخنه وناكله. ما بحبش بصراحة. ممكن يتبقى شوية نتعشى بيهم، بس ان احنا يتبقى ناكلهم تاني يوم ما بنحبش الاكل البيت خالص يا بنات. طبعا بقى ما ننساش شوية الزيت الصغيرين اللي بيبقوا في التتبيلة. يعني بعد ما تبلنا كده او بعد ما خلاص حطينا الحاجة في الخلاط عشان نضربها في الخلاط، شوية بقى كده زيت صغيرين بيدوني لمعة للفراخ بتاعتي. وتبلاه حلو قوي قوي. انا زي ما قلت لكم الصينيه دي عندي معتمداها في المشاوي، معتمداها في الشاورما السوري، البطاطس السوري، لاني محروقه كده كده، فانا بالنسبه لي بستهلكها في الحاجات دي. طبعا بقى يعني تبلي الفراخ من جوه ومن بره ومن الجنب. ويعني لو عملت لها كده فتحات صغيره زي ما انا عامله، التتبيله يا بنات هتدخل في كل حته. هتلاقي حرفيا كل حته في الفرخه فيها تتبيله. عايزه اقول لكم ان بتفرق قوي 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 لما بتقطعيها كده بالسكينه، بتديها تشريح كده بالسكينه. ولو اللحمة كمان تديها نغزات كده بالسكينة. الموضوع ده يا بنات بيفرق جدا، ان التتبيلة تبقى في كل حتة في الفراخ بتاعتك او في اللحمة بتاعتك. الموضوع ده حلو قوي قوي يا بنات. وعايزه اقول لكم بقى ان انا تبلتها يعني زي ما قال الكتاب، تبلتها حلوه قوي قوي واتكيت عليها كمان في التتبيله. كان عندي بقى شويه مواعين كده صغنطاطين، فقلت بقى نغسلهم مع بعض واحنا بقى بنكمل دردشه. يعني ما كانوش كتار، وكانت خلاص الصابون بدأ يخلص عندي، الشاور بدأ يخلص. يعني يا بنات عايزه اقول لكم كده المنظفات بدأت تشطب عندي، فان شاء الله بإذن الله هنجيب مع بعض بميزانية حلوة جدا منظفات هنملى البيت خير زي ما بيقولوا كده. سواء شاور، سواء معطر، صابون، شامبو، كل حاجة ان شاء الله بإذن الله هنجيب ميزانية حلوة جدا منظفات. بإذن الله بإذن الله احاول اعملها معاكم الفيديو الجاي. يعني ان شاء الله الفيديو الجاي الفيديو اللي بعده على طول. لاني خلاص بقى انا كمان الصابون خلاص فيه شويه صغيرين، فمحتاجه ان انا اشتري شويه حاجات. فانا طبعا بحب اشارككم اي ميزانيه ولا اي حاجه جبتها. وعايزه اقول لكم كمان يا بنات انا جايبه شويه حاجات للمطبخ عندي رمضان. تحفه يا بنات، للمطبخ وللبيت. فان شاء الله باذن الله اكمل بقيه كل حاجه كده واطلع لكم فيديو كده لوحده، اوريكم بقى مشتريات رمضان، حاجات حلوه قوي قوي للبيت. يعني كلها حاجات للبيت، حاجات للمطبخ، استخدامات المطبخ، حاجات اساسيه وضروريه كنت محتاجاها جدا للمطبخ عندي وللاكل. يعني ان انا اعمل فيها الاكل والكلام ده كله. وحاجات كمان للشقة جايباها حلوة قوي قوي. هكمل بقى بقية الحاجة لان في لسه حاجات في دماغي كده، واطلع لكم في فيديو بقى مخصص بقى لمشتريات رمضان ان شاء الله باذن الله. حاجات هتنفع لرمضان، هتنفع العيد، هتنفع عموما للبيت. يعني خلصت بقى خلاص يا بنات شويه المواعين اللي في الحوض، وهم ما كانوش كتير يعني، كانوا حاجات بس بقيت كده. او يعني مكان ما بعمل الاكل وكده ففي حاجات اتوسخت. بحب بقى انضف الحوض بعد ما بخلص، عشان بقى كنت كمان هغسل البطاطا معاكم. وهقول لكم بقى بشيلها ازاي. وانا بشيلها يا بنات زي ما هي، بس لازم طبعا نغسلها كويس قوي قوي قبل ما نقشرها، لان البطاطا بتبقى مليانه طينه. فلازم يا بنات نغسلها مره واتنين وتلاته لحد ما تبقى زي الفل معانا مفيهاش اي حاجه خالص. وهنعمل بيها حاجات بقى في رمضان حلوه قوي قوي ان شاء الله باذن الله. البطاطا يا بنات رخصت دلوقتي، والكيلو منها ب10، وفي كيلو نص ب10. زي ما تحبي طبعا. هاتي بقى الكميه اللي انت عاوزاها وابتدي شيليها بقى. طيب تعالوا بقى يا بنات نعمل شويه رز بسمتي كده جنب الاكل. انا نزلت بصلايه في معلقه سمنه شوحتها حلوه قوي قوي، وهحط عليها الرز ياخد تشويحه. وحطيت شويه كركم، حوالي معلقتين كده من الكركم. الكركم اللي عندي خفيف يا بنات، مش بيدي لون قوي قوي، فلو انت الكركم تقيل وبيدي لون غامق حطي معلقه كفايه. وكان عندي كمان ليمون، اللي هو الليمون اللي بيتجاب من عند العطار، يعني اللي هو الناشف ده شويه. ما كانش عندي بقى ولا حبهان ولا عيدان قرفة ولا أي حاجة تانية، هو يا دوبك بس الليمون والكركم. حطيت ملح وفلفل اسود كمان وخلاص يا بنات بقى. سقيت الرز، كان عندي شوربة.
طلعتها وسخنتها وسقيت الرز بتاعي، واول كده ما يستوي او اول ما يدخل في السوا خلاص ويبتدي كده يعمل فقاقيع كده من على الوش، ببتدي اغطي عليه خالص النار واسيبه يستوي مع نفسه. عايزه اقول لكم الرز البسمتي بياخد ضعف الرز العادي. يعني مثلا لو انت بتحطي كوبايه من الشوربه، لا في الرز البسمتي هتبقى كوبايتين على كل كوبايه رز، وكوبايتين من الشوربه مش كوبايه من الشوربه. طبعا لان هو بيشرب الشوربه بسرعه او بيشرب عموما السوائل بسرعه، فبيحتاج اكتر. فانا بالنسبه لي دي معلومه كان لازم اقولها لكم. عملت بقى يا بنات البطاطا حلوه قوي قوي، وانا مش هحط لها اي حاجه خالص، ولا احط لها ماده حافظه ليمون، ولا احط لها سكر، ولا اي حاجه خالص، لان البطاطا ما بتسودش، ما تقلقوش منها خالص، مش من الحاجات اللي بتسود لو اتحطت في الفريزر. وكمان اللهم بارك هي لونها وشكلها يفتح النفس يا بنات. عايزه اقول لكم لو انت حابه تعمليها من دلوقتي، يعني حابه تعملي كده طاجن بطاطا كده تحفه بالبشاميل، عايزه اقول لك الطريقه سهله جدا. انا بحط كده البطاطا على النار مع كوبايه سكر تكرمل كده مع بعضها، وبعدين البطاطا بقى يعني بتبقى خلاص بقى بدأت تدخل في السوا معايا، بقوم هرساها كده. وبعدين يا بنات بحط عليها بقى فانيليا، وخلاص بقى هرستها وبقت جاهزه معايا. هعمل بشاميل هو نفس طريقه البشاميل العاديه خالص، بس يا بنات بالسكر بدل الملح. يعني انا دلوقتي عندي 5 معالق من الدقيق. انا ما بحبش اكتر السمنه قوي في البشاميل. في ناس بتقولك 5 معالق سمنه قصادها 5 معالق دقيق، لا انا بحط 3 معالق سمنه بس، و5 معالق دقيق. بقلبهم حلو قوي قوي، واول ما الدقيق يبتدي يصفر معايا بنزل عليه اللبن بتاعي. طبعا احنا في البشاميل العادي بحط شوربه يا بنات، فطبعا هنا مش هنحط شوربه. هتعملي ايه طيب يا اسراء؟ هنحط لبن بس فقط يا بنات، وندعك فانيليا كده عليه، ونفضل نقلب فيه لحد ما قوامه يتقل، القوام الكريمي ده يا بنات بتاع البشاميل. وعايزه تحطي كريم شانتيه براحتك خالص، مش عايزه برضو براحتك. انا ما بحطش كريم شانتيه خالص، هو ده اللي بحطه بس. اول يا بنات ما تتقل وقوامها هيبقى حلو كده وكريمي معايا، خلاص بقت البشاميل جاهزه. باخد طبقه كده احطها في الارضيه بتاعه الطواجن بتاعتي، او ممكن صينيه بايركس لو هتدخليها الفرن، وتحطي كده البطاطا تفرديها كده عليها. ولو عايزه كمان تحطي شويه مكسرات كده في النص، وتقومي مكمله طبقه البشاميل من فوق، وتدخليها تاخد وش. عايزه اقول لكم مغذيه وطعمها تحفه يا بنات بامانه. كتبت كده على البطاطا بطاطا عشان افرق بينها وبين الجزر ما اتلخبطش بينهم، فكتبت عليها بطاطا. واللون ده بيثبت يا بنات، يعني الكتابه عليه بيثبت، ده اللي من النوع اللي هي بتثبت لما بكتب ما بتتمسحش. هعمل بقى يا بنات كوبايه نسكافيه كده عشان افصل شويه، لاني كنت خلاص هنكت ومش قادره اعمل حاجه. فاللي هو قلت قبل الغدا كده اشرب نسكافيه. وانا عايزه اقول لكم شربت النسكافيه واتغدينا بعدها بساعه مثلا. حضرت بقى خلاص الرز بقى جاهز، وكمان حطيت خيار مخلل، وده الخيار يا بنات زي ما قلت لكم اللي انا عاملاه طعمه حلو قوي قوي قوي. يا رب فيديو النهارده يكون فاتكم. عايزه اقول لكم بجد الوصفات دي حلوه قوي قوي، وممكن تنجز معاكي الوقت انك تدخلي الفراخ الفرن على طول. كمان الرز سهل قوي قوي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير وتعليق حلو منك. متنسينيش بالله عليكم باللايك يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو بيخليه يتشاف اكتر. وشكرا بجد لدعمكم ليا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.